الاجتماعي، وأخذ يتكلم عن العقل الاجتماعي للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وأنه كان يعيش في زمن تكثر فيه الانحرافات، أنواع الانحرافات، البابية نشأت فيه، غيرها، يقول وما تكلم بكلمة واستطاع أن يحفظ له موقع متوسطا يؤثر على الكل. إذن هذا منهج عنده، منهج عند السيد السيستاني الله يحفظه. نلاحظ إذا أرخنا لمسار مرجعية السيد السيستاني نلاحظ أنه أصر على الانتخابات والاستفتاء على الدستور، أصر، والسعودية رفضت وأخرت الأمر سنة. كل ما أصاب العراق من شر باعتقادي هو من السعودي، كلهم من السعودي. الذي أخر الاستفتاء، أخر كتابة الدستور، أخر الانتخابات، الذي عرقل الانتخابات، عرقل عمل المجلس، عرقل الأمور المختلفة، كله وراءه سعودية. الذي مول كل التنظيمات الإرهابية على تناقضها واختلافها فيما بينها باعتقادي هو السعودية. أصر سيد السيستاني على الانتخابات واستطاع أن يمشيها. لما سيذكر التاريخ أيضا أنه كان قناعته ما يمكننا أنه نقاوم مقاومة مسلحة، نقاوم الأمريكان، لكن كانوا يقولون له كيف نعاملهم؟ قال إذا اشترى منك أمريكي شيء قل له متى تخرجون؟ إذا جاء يشتري كبريت من الدكان قل له متى تخرجون؟ يعني اضغطوا عليهم واسألوهم متى يخرجون. عنده قناعة بهذا الأسلوب، أنه بهذا الأسلوب يمكننا أن نعمل، ما يمكننا أن نقاوم عسكريا يمكننا بأسلوب آخر، بأن لا يستقبل هو أمريكيا أبدا. معروف مرة بريمر جاء للنجف بمصفحات ورفض، يقول له أنتم ألستم عرب؟ أنتم ألستم عرب ما تقبلون الضيف؟ قال له هذا يختلف، نعم نحن من سادة العرب، بنو هاشم قمة العرب، لكن هذا الأمر يختلف، نعتذر. بنفس الوقت سيكتب تاريخ مرجعيتنا أن هذا السيد إلى الآن مرتين ظهر منه ما لم يكن متوقعا. مرة لما كان يتعالج ويسوي فحوصات في لندن، وكنت أنا أتصل به سيد محمد رضا ابنه الله يحفظه، وهو أيضا عالم مجتهد محترم ويفكر بالرجوع. قل السيد دائما يفكر في النجف، السيد ما عنده لا هم ولا كلام إلا التفكير في النجف، والنجف تغلي، والنجف تقصف من الأمريكان ومن التيار الصدري، وصراع في النجف وحرب في النجف. وجاء كرم أهل الفلوجة، جابوا بمواد تموينية، وجابوا مقاتلين، وجابوا لحى حتى يقاوموا ويهدموا النجف إذا استطاعوا. في تلك الظروف، في ذلك الوقت، والنار مشتعلة والحرب في أوجها، وإذا بهذا السيد الهاشمي ينقض كالصقر من لندن إلى النجف، ويطفئ الله عز وجل به نار الحرب في النجف، ويلقي في قلب السيد مقتدى أن يسمع. السيد مقتدى الصدر يحترم السيد السيستاني احتراما خاصا، يقول أن أي شخص إذا طلب مني شيء أقول له هدف، لكن لما السيد السيستاني يطلب مني شيء أعرف أن هذا ما له هدف، ما له هدف إلا الله والنبي وخدمة العراق. هو يقول أنه إذا طلب السيد معناه أنه هذا أمر ديني ليس له هدف. الله ألقى في قلبه أن يطيعه أيضا، وأنقذت النجف. جرت الأمور
لما وصلنا إلى عصرنا هذا، إلى أيامنا هذا، عملت السعودية بكل ما تستطيع، ثم طبخت طبخة كبيرة، قررت مع سياسيي العراق وبأموالها بملياراتها لا بملايينها أنه يكون هجوم، يأخذون قاعدة الموصل ثم يأخذون منطقة أخرى وينهون حكم الشيعة وينهون حكومة العراق وينتهي الأمر. هذه كانت الخطة. وإذا أفاق العراق على خونة، سياسيين خونة، من قادة الجيش، من أثيل النجيفي، من مسعود البرزاني، ممن معهم من سيكتشفهم الزمان، خانوا وسلموا الموصل. وأفاق العراق على شذاذ الآفاق يغزون العراق، يدخلون العراق بلحاهم وبثقافتهم وبتقتيلهم وتذبيحهم. بدأ الموج الإعلام العالمي أيضا معهم. لما رأى السيد ذلك، رأى قبلنا جميعا، قبل الحكومة، قبل الجميع، فهم قبل الجميع أن هذه خطة لها ما بعدها، فانتفض قائما معلنا الجهاد الكفائي. أدهش الناس. نعم، هذا هو الموقف. وإذا بالذين يقولون المرجعية النائمة، أين هم؟ مساكين نائمون يغطون. بالذين يقولون أن المرجعية في غيبوبة، أين هم؟ ما يرون، هم مساكين في غيبوبة. تقدم هذا السيد الهاشمي من ذرية رسول الله، من ذرية إبراهيم صلوات الله عليه، تقدم وأعلن يجب على الشعب العراقي، شيعة وسنة ومسيحيين، على الكل، المستهدف الكل، والوجوب على الكل أن يقاوموا هذه الموجة الوهابية للسيطرة على العراق. هذا جهاد دفاعي رأسا أيده السيد القائد، أيدته إيران. جهاد دفاعي، هذا واضح، كما يؤيد الجهاد الدفاعي في جنوب لبنان أو في أي منطقة. إذن هذا الجهاد الدفاعي أمر متفق عليه مجمع عليه، لكن الكلام، الخبرة، العلم، الدقة، الضربة السياسية العميقة أن يأتي في وقته، وأن تطلق فتوى الجهاد في وقتها. وأنا على يقين بأن الله عز وجل سيوفق العراق والعراقيين ليطهروا بلدهم من رجس هؤلاء. وشاء الله عز وجل أن يكون العراق عاصمة العالم للإمام المهدي سلام الله عليه، ولذلك سخر له المرجعية اللي نهضت به كطائر الفينيق من تحت الرماد، انطلقت به، وها هي النجف بفضل الله تنطلق، وإلى جنبها قم المقدسة، وها هو السيد المرجع السيستاني مد ظله، وإلى جانبه مراجع قم الذين أيدوا، وكلهم أيدوا فتواه حفظهم الله، والسيد القائد حفظه الله. هذه هي المسيرة، مسيرة مرجعية الشيعة المتحدة في أهدافها وإن تفاوتت في رؤاها. كلامنا في المرجعية النجف، أذكر بعض النقاط. والمرجعيتنا ككل، هناك ظاهرة الآن ما أعرف من أين جاءت، أن القيمة في المرجع الشجاع اللي يحمل كلاشن وينزل إلى الشارع. منين إجتنا هذه؟ الإخوة الله يحفظهم الزيديين عندهم شيء يشبه هذا، لكن ما عندهم بهذا الإفراط. إفراطنا ما عندهم أيضا منظومة أحكام. من أين جاءنا نحن أن القيمة في المرجع يلبس كفن؟ منين جاءنا؟
اسألون في فتوى، في نص، في أسلوب استعمله الأئمة عليهم السلام. مش تقليد، تقليد. جاء واحد اخترع هذا الشيء ومشى. طيب منين جاء هذا؟ هل المقياس شجاعة العالم؟ يعني شجاعة يعني واحد شيت من الجبل إلى الوادي، هذا يصير مرجع؟ يعني إذا واحد عندنا شاب أشجع بالجبهة طلع أشجع، يعني هو أحق في المرجعية؟ هل عندنا شيء اسمه أنه الأشجع واللي يرمي بنفسه وما يبالي ويقتل نفسه؟ ما عندنا هكذا قيم في فقهنا. نحن عندنا فقهنا قيمه النصوص، شروط المرجع هذه الشروط. تالي طلع لنا واحد الله يغفر له يقول بقناته، يقول العلماء الذين يقولون باستمرار التقية هؤلاء جبناء. ما شاء الله اسم الله عليه، هو كم هو شجاع. ليش؟ أنا بعثت له، قلت له لهذا صاحبه، قلت له عمي سلم لي عليه وقل له والله أنا أعرف علماء يقولون بالتقية لوجود النص، لأن أئمتهم سلام الله عليهم أمروهم بالتقية من أجل هذا، وإلا أشجع منه حاضرين. إذا جد الجد حاضرين يعطون نفسهم، هو 100 مرة يفكر، هم حاضرين يلا حاضرين. إذن القول بأنه اللي يقول بأن التقية مستمرة وغير مرفوعة هذا إنسان جبان، هذا القول متهور ولا يمكن أن يصح. كذلك أيها الإخوة الأعزاء، عندنا شروط أضيفت جديدا على المرجعية مع الأسف. هذه الشروط ما أدري من وضعها، من الذي وضع أنه المرجع من شروطه أن يكون أكثر يتحدى الدولة الحاكمة؟ ما عندنا هكذا أي شرط، أي فقيه ما ذكره. رضوان الله على الإمام الخميني قدس الله نفسه، سألوه، كانوا بعضهم يضيفون شروط للمرجعية في زمنه، سألوه قال نفس الشروط المذكورة المتعارفة أبدا. الأفقه يعني هاي فتوى أيضا، يعني الأقدر على استنباط الأحكام. الأفقه يعني الأصبح وجها، يعني اللي يشيت أكثر، يلبس كفن، اللي يعرف يتحدى ويسب أكثر. ما عندنا هكذا. الأفقه يعني الأقدر على استنباط الأحكام والسلام. إذن هذه الشروط كلها مضافة. هذه حالة شعبية، حالات عامية شعبية تفرض نفسها شرطا على المرجعية، وهذه ما يصح وما تبقى. نحن عندنا النص أساسا، نحن الشيعة أتباع النص، لأنه الناس قالت هذا أصلح هذا أفضل. نحن قلنا قال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، وانتهى الأمر. احنا أتباع النص، فليتبع الناس أي شيء، نحن أتباع النص. لذلك نلاحظ أيها الإخوة أننا نحن الآن نستطيع أن نتكلم هكذا. قبل كم سنة ما أقدر أنا أقول منين جانا الكفن والسيف، يمكن يلحقنا كفن. فإذا هذه أمور مضافة. السيد السيستاني حفظه الله عنده صبر عجيب على هذه الأمور، يصبر. وأنا لاحظت أنه سألته، هو تكلم حفظه الله، أنه عنده تعامل مع الله عز وجل الخاص. نحن نتأذى، ننفعل، لازم بكلام، لازم نستعين على الشيء، هو يلجأ إلى التوسل. وأنا سمعت منه أنه كم مرة لما تضيق الأمور ويريد أنه يتخذ له موقف، يريد شيء، يطلع إلى السطح
ويزور الزهراء ويتوسل بالزهراء سلام الله عليه بجدته. هذا نمط، هذا أسلوب. أيضا علينا أن نتعلم هذا الأسلوب الروحاني العبادي، تحمل من الآخرين مهما قالوا، ليس أنه قالوا واتهمونا ولعنهم الله، لا، غفر الله لهم، حفظهم الله. يقول الله يغفر لهم ويحبهم. أنا لاحظت أنه يحب أعداء وخصومه هذا السيد ممن هم في إطار الموالين لأهل البيت عليهم السلام، يحبهم. إذن علينا أن نتعلم وأنه نحن نتقيد فقط بالنص، ولنا عالمنا في مسامحة الآخرين وفي اختيار الموقف. في سؤال؟ تفضل. شيخنا تواردت الأسئلة كثيرة، شوي الإجابات خلت تكون مختصرة، يعني الأسئلة كثيرة إن شاء الله. تفضل. سؤال من العراق، عبد الحسين من العراق يقول: يتهم البعض المرجعية أنها ابتعدت عن مسار التشيع الأصيل بتضامنها مع أهل السنة في أحداث كثيرة، فما هو رأيكم؟ قل أنه هذه قناعته هو، ولكن الله عز وجل يحاسب المرجعية بقناعتها، مو بقناعة هذا صاحب السؤال. وهم بقناعتهم أنه هذه مسألة مصلحة، وهم إخواننا وأنفسنا، وأنه هذا مصلحة لهم وللشيعة، ومقتنعين بهذا. وما أي غلط في أن يقول السيد عن السنة أنه أنفسنا؟ نعم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، حقوق المواطنة نحن واحدين فيها. والآن أيضا السنة يستنهضهم بفتوى لمقاومة هؤلاء الخوارج، وقد نجح إلى حد السيد المرجع في ذلك. سؤال آخر أيضا يقول: ما هو تفسيركم لموقف المرجعية من الأزمة الراهنة في العراق وسكوتها عن الأحداث السابقة؟ هو يرى أنها سكتت من الأحداث السابقة. الأحداث السابقة مرة أنا قلت للسيد الله يحفظه، كان هو يشكو شكوى مرة من كل السياسيين. قلت له: سيدنا أنت يمكنك أن تخاطب الناس يسمعون كلامه. قال: نعم، لكن ماذا سيفهم الناس من كلامي؟ إذا أنا قلت فلان شيء، كيف سيفهم كلامي لازم أعرف، وكيف سيساء كلامي، يستغل كلامي. إذا ما كان بحسب حسابه هو أنه لم يكن من المصلحة، احسب كسر وجبر وناقص وزائد، لم يكن من المصلحة أن يتدخل أكثر مما تدخل. هاي قناعته، والله عز وجل يحاسبه على قناعته. سؤال آخر أيضا من الأخ عماد من الكويت يقول: تؤكد المرجعية على ضرورة تشكيل الحكومة في العراق، بينما نرى بعض المسؤولين يصر على تمسكهم بمناصبهم خلافا للدستور، فكيف يمكن التوفيق بين موقفها وموقف بعض الفضلاء ممن دعم هؤلاء المسؤولين؟ لعله يعرض. لا، أولا خل السيد يقول حسب الدستور شكل حكومة، وخل يكون في هذه الحكومة يكون لها رضا واسع، ما قال رضا عام، يكون لها رضا واسع. وهو يفهم أنه يعني لا تتمسكوا بمناصبكم. يمكن غيره يفهم يجب، يمكن واحد يفهم يجب عليه. إلنا الأمر يدور بين قيادة هذا أو بين الخطة السعودية تمشي في العراق. إذا يختلف. الله عز وجل ما يحاسبه على فهمه، هو يحاول يفرض فهمه على المرجع وعلى الحكومة وعلى الكل. من أنت الله يرضى عليك يا أيها الأخ الكويتي تفرض فهمك على الجميع؟ ما يمكن، ما يصح. أحسنتم كثيرا شيخنا. سؤال آخر الأخ يوسف الأمين من لبنان يقول: ما هو السر في التفات المرجعية العليا إلى الحوادث وما ورائها قبل جميع من يدعي الاطلاع الواسع في هكذا مجالات؟ نعم، في أمر هؤلاء الدواعش هذا اتضح واضح للجميع أن السيد التفت إلى ما لم يلتفت إليه غيره من عامة الناس، وشهدوا بذلك كلهم ولله الحمد.
هذا التنبه من أين جاء؟ تنبه توفيقات إلهية، توفيقات إلهية ووضوح بالرؤية والبصيرة عنده. معناها أن الرؤية السياسية عند مراجعنا لا تقل عن رؤية المتخصصين في الأمور السياسية، وربما رأوا شيئا ما يراه غيرهم بعدين يطلع صح. وشكرا. شيخنا سؤالي عندني من أحد الحضار الموجودين حاضرين من العراق، يقول: الحكم الشيعي يستمر إلى قيام الحجة؟ نعم. أو هل كان داعش من علائم الظهور؟ لا، أنا مطمئن أنه بعد سقوط الشيصباني الذي قتل أبرار وأخيار العراق، الحكم بيد الشيعة وأكثرية الشعب العراقي يستمر إلى ظهور السفياني، إلى ظهور الإمام سلام الله عليه. وهذه كلها مسألة الزرقاوي اللي يقول: من يأتيني برأس رجل من شيعة علي بن أبي طالب، مسألة اليماني والمصري القاعدة، ومسألة هذول الدواعش، هي كلها موجات وتنتهي. ويكفينا دليلا على أن الحكم الشيعي يكون إلى خروج السفياني، أن السفياني أول ما يحكم سوريا لا يكون له همة إلا العراق. ليش؟ لماذا؟ معناها جماعة ماكلين بالعراق، ماكلين ممن؟ ماكلين منكم. معناها أن الموجة لغير جماعته في العراق، فهو مستعجل أنه يدخل إلى العراق ليناصر جماعته. وشكرا. أحسنتم. سؤال آخر يقول: كيف يمكن، الأخ راهي ما كاتب من أي دولة، عبر الإنترنت جاي هذا السؤال. راهي عراقي، ما يتسمى غير بالعراق، ما يتسمى. ما رأيت أنا لا بمصر لا بسوريا لا بلبنان راهي إلا بالعراق. هذه فراسة من الأسماء شيخنا. يقول: كيف يمكن منع ظهور تنظيمات متشددة مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في المستقبل؟ ما يمكن إلا أن يكون عندكم قوة. يكون عندكم قوة. المجنون يريد له مجنون أكثر منه، ما يفيد إلا هذا، ما يفيد إلا هذا. يقولون واحد إجا للحمام شاف الناس يهربون، قال لهم: شكوا بالحمام. قالوا: اكو واحد مجنون اللي يدخل الحمام يضربه بعصاية. واحد أخذ عصايتين ودخل، بعد شوية ذاك قال أبو عصاية طالع، قال له: شكو؟ قال: أكو مجنون بالحمام. المجنون إلا مجنون أشد منه. هؤلاء ما يفيد وياهم الوهابية وداعش وماعش، ما يفيد وياهم إلا تدوس على رقبته بحذائك ببسطالك، حينئذ يقول لك سيدي ومولاي، غير هذا ما يفيد. سؤال من نفس السائل يقول: ما المقصود بالإسلام السياسي؟ مصطلح ظهر مجددا؟ لا، الإسلام السياسي يعني مثلا إسلام السعودية إسلام سياسي، إسلام الأمريكي يسمونه إسلام سياسي. الإسلام اللي هو مو واقعي، ليس واقعيا، ويظهر الإسلام من أجل غرض سياسي. سؤال آخر من الأخ من الكويت، ثقفي من الكويت كاتب: من قراءة الشيخ حفظه الله بالوضع الحالي، هل إذا تدخلت أمريكا بأرض العراق هل للشعب العراقي أن يتصدى له بما أنه مكلف بالفتوى؟ أول شيء أمريكا ما تتدخل، أمريكا مو حاضرة تقاتل مع العراقيين، تقاتل داعش. يمكن تدز لها طيارات بلا طيار، بعض الذخائر، بعض الأسلحة، أما تدز أولادها يقاتلون ويانا حتى يحررون بلدنا من الدواعش، ما تسويها، ما تسويها. والآن هي متباطئة، روسيا أكرم منها، أعطتنا سخوي إلى الآن، هي متفقة ويا العراق باتفاقية أمنية، إلى الآن بعدها تجرجر رجل لورا رجل لقدام، لأن السعودية ما تريد، السعودية ما تريد. ما تشوفون أوباما اتصل بعبد الله يقنعه 5 مرات، تكلموا مع الملك عبد الله أنه حل المشكلة. تدري شنو جوابه؟ مع واحد أمريكي، سياسي أمريكي، أنا أخبروني هذا خبر عن ثقة. ملك عبد الله قبل ما يمرض، الآن اللي صار له 2 سنين يريد يموت وما عارف يموت، يقول قال له عن قضية العراق، قال له: أنت كم مرة تنام بالأسبوع مع زوجتك؟ مرة ثانية ذكر له قضية العراق بينكم وبين نحلها، رجع له نفس الكلام، يعني اتكلم بشيء آخر.
خلاص هذا أمر منهي عنه. احنا متخذين قرار الآخر حد أن الرافضة ما يحكمون في العراق، وأنه حطمنا العراق كله. هذا معناه أن القضية قضية السعودية. الفاعل الأساسي من سقوط صدام إلى اليوم في العراق هو السعودية، وباقين يدورون في فلكها، أقمار لها فقط. سؤال آخر يقول: متى بدأت المرجعية بالشكل الذي نراه اليوم؟ فلا شك أن المرجعية تطورت خلال السنين. المرجعية من قديم حالات مد وجزر فيها المرجعية. الشيخ المفيد قدس الله نفسه، شوفوا عظمتها، واحد صوري عنده في رثاء الشيخ المفيد بصور بلبنان. الشيخ المفيد تشوف مجده وعظمته في العراق وبأنحاء العالم. لو مثلا أبو الصلاح الحلبي وكيل السيد المرتضى في ديار الحلبية وما شابه. مرجعيتنا على حسب الوضع والجو السياسي والحكم اللي كان، مرات تتسع وتكون ظاهرة، ومرات لا تضعف على حسب الموجة. وشكرا. سؤال آخر شيخنا، ما أدري تعبتوا شيخنا. تفضل تكلم. سؤال يقول: هل عنوان إسقاط الظالم والخروج عليه موجود في تاريخ الشيعة خصوصا في عصر الأئمة؟ موجود للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول للإمام الصادق سلام الله عليه لعبد الله بن الحسن: تريد تطلع ابنك وتقول أنه هذا المهدي، أما أنه المهدي فليس ولدك المهدي ولا هذا أوانه. وأما إذا أردت أن تخرج غضبا لله وتنهى عن المنكر، ليش نبايع ابنك؟ نبايعك أنت. إذن يوجد هذا المفهوم أنه خرج على الحاكم غضبا ونهيا عن المنكر، هذا موجود، لكن هذا يحتاج إلى إذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فتوى المرجعية بعدهم رضوان الله على مراجعنا. سؤال آخر يقول: رأينا التضارب بالمواقف بين العلماء، فكيف ندخله في وحدة الهدف؟ مخرج هذا تتصور تضارب. اللي يرون مثلا الآن، أنا رأيت استفتاء من السيد القائد السيد الخامنئي الله يحفظه، يقول له: إذا واحد يرى أن ولاية الفقيه مجتهد ومرجع، ويرى أنه لن تثبت ولاية الفقيه بهالسعة، قال له هو معذور، ولكن المهم أنه جماعة اللي يثيرون الفتنة. إذن رأيان يوجد. حتى يقول لك حتى اللي ما يرى لي ولاية هو معذور بينه وبين الله، بس خلي النظم العام لا يختلف. هذا معناه. هذا ما نقول تضارب العلماء، نقول أنه وسعت صدورهم تعدد الآراء، وحتى اللي خالف بالرأي قال هو معذور عند ربه، لكن احفظوا نظم المجتمع. انت خذ الجانب المضيء من الموضوع، ليش تاخذ جانب التضارب؟ سؤال أخير راح أتعبكم، هذا سؤال أخير خلص إن شاء الله. يقول: عدم الرد في بعض الأمور قد ينعقد، قد يرجع بالضعف، وقد يترتب عليه مفسدة، فكيف نجمع بينهم؟ صحيح، أنت ترى هكذا، وكثير من الأمور اللي يسكت عنها السيد السيستاني الله يحفظه، أنا ما أسكت عنها، أنا قناعتي شيء آخر ويجب، بس الله عز وجل يحاسبه على قناعته، ما يحاسبه على قناعتي أنا. إذن اعذروا الناس على رؤيتهم، على قناعاتهم في الموضوعات في الأحكام، اعذروهم، وما تطلب من المرجع أن يقلدك. إذا يقلدك المرجع خلاص، إذا صار هو مو مرجع، صار تابع لك. المرجع بالأحكام الشرعية على حسب الأدلة، في الموضوعات على حسب قناعته يعمل. ومرات نعم نحن نعتقد أنه ليش السيد ساكت، يجب أن يعمل. مثلا هذا الدجال البصرة، ليش ساكتين عليه؟ أنا أقول ليش ساكتين عليه. بعدين يقول سألت واحد بمكتب السيد، قلت له ما ساكتين عليه؟ قالوا فلان كتب دجال البصرة. قلت أنا كتبت، حرمني أروح للعراق. هذا نعم صحيح، لكن اعتقادي أنه كان لازم علماء النجف يتكلمون بمثل الصرخي والمرخي والدجال البصرة، لكن هم قناعتهم، الله عز وجل يحاسبهم على قناعتهم. أنا اقتنعت بأني أكتب، حتى لو حصل لي ضرر، تعرضت لضرر.
الله عز وجل يحاسبنا يوم القيامة على قناعاتنا، ما نفرض قناعاتنا على الآخرين، يحاسبهم على قناعاتهم أيضا.